بدأ تطبيق قرار قيادة المرأة السعودية للسيارة واللي كان صدر من عدة أشهر ليدخل حيز التنفيذ الفعلي نهاية الأسبوع الماضي. وكانت الفنانة نوال الكويتية أول نجمة عربية بتمارس حق القيادة بالسعودية بعد انتهائها من حفل الفني بمدينة الرياض، أيضا كأول فنانة خليجية بتوقف على مسرح سعودي. أنا شوقي يبعلي يصبح نسيني ولو نوال وأثناء مغادرة الحفل إلى جانب رئيس شركة روتانا سالم الهندي عبرت عن سعادتها بقيادة المرأة السعودية، الأمر اللي كانت تحدثت عنه أيضا على مسرح حفلة لما باركت لكل الحاضرات بحصول على هالحق. مبروك على الحفلة الناجحة هذه، بارك بأمرك. الحمد لله. وانت اليوم ترى أول فنانة وأول كويتية تسوقين في الرياض. أتشرف. يلا بسم الله. وصلينا فرحانين. يلا انت بتوصلين اليوم.